السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم شيماء من قناه فن وذوق مع شيماء. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكوا اشعارات بكل جديد، وكمان ما تنسوش تسيبوا لي كومنت حلو. هنعمل مع بعض النهارده باذن الله الكيك الاسفنج بنكهه الموز. طعمه تحفه، هيعجبكم ان شاء الله. وشايفين التزيين بتاعه بسيط جدا جدا. لو حابين تحطوا عليه كريم شانتيه بالطريقه دي، طبعا نزلنا فيديو قبل كده البوكسات الفرفشه او السعاده، نفس الطريقه، بس الكيك طبعا مختلف ونكهته حلوه جدا جدا. هنبدا مع بعض بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، ضفت عليهم كوبايه كبيره من السكر. طبعا لو عايزين السكر مظبوط يبقى كوبايه كويس جدا. لو عايزينه سكره عالي، طبعا كوبايه ونص او كوبايه وربع كويس جدا. من كوبايه وربع لكوبايه ونص. شايفين بقى فوم ازاي؟ هنزل عليه بقى بكوبايه من الحليب. طبعا لازم يكون كل المقادير بتاعتي بدرجه حراره المطبخ. طب لو حطيناها بارد او سخن طبعا مش هيبقى اسفنج خالص معايا، هتبقى الكيكه معانا مش كويسه خالص. بنزل كده حبة صغيرين خالص من اللبن بحبة صغيرين. طبعا الخليط معايا سكر وبيض وحليب. عايزين نستغنى عن اللبن، نحط لبن رايب او زبادي. معايا كده صباع من الموز. هبدأ بقى اللي انا اهرسه بالشوكة كويس جدا. لازم يكون ناعم خالص معايا. طب عايزين نكتر نكهة الموز في الكيكة. هو الموزة الواحدة بتدي نكهة حلوة جدا للكيكة. عايزين نكتره في الكيكة. طبعا كتر ما نحط موز طبعا الكيكة هتغمق معانا شوية. بس هو كده حلوة جدا ونكهة الموز فيها تحفة. نزلت كده بالموز على الخليط معايا. الخليط معايا كان فيه ايه؟ كان فيه سكر وكان فيه بيض وحليب. نزلت كده بنقطتين 3 من الفانيليا السايلة. ما عندناش فانيليا سايله نستخدم فانيليا عاديه بتاعتنا اللي هي البودره. ونزلت بكوبايه الا ربع من الزيت. طب عايزين نستخدم سمنه او زبده عادي جدا. هقلب الخليط معايا كويس جدا، ويبقى كده مش فاضل حاجه. قلبنا كل المكونات السائله، لسه بس المكونات البودر. معايا كده كوبايتين من الدقيق، وضفت عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا، وكمان ذره ملح. هقلب المكونات البودر معايا كويس جدا مع بعض. وبعد كده هبدا ان انا ادخلهم على المكونات السائله. لازم انخلهم. لما ندخل الدقيق والمكونات البودر معايا بيدخل هواء للعجينة، وكمان بيخلي الكيك هش وتحفة معايا. في المرحلة دي ببدأ ان انا اشغل الفرن على درجة حرارة 200. ولما ابدأ ادخل الكيكة بخفض درجة الحرارة ل 180. هقلب كده العجينة بتاعتي كويس جدا لحد ما كله يتخلط مع بعضه كويس قوي. طبعا لسه فاضل معايا معلقة الخل. الحبيبات اللي في العجينة معايا كده عجينة الكيك، طبعا دي مش تكتلات من الدقيق خالص لان احنا نخلينه. ده كده قطع من الموز صغيرة جدا. معايا كده قالب الكيك السيليكون ده. طبعا انا بطنته بزبدة، وكمان حطيت عليه معلقة كبيرة من الدقيق وغطيته كويس جدا. كان بالمنظر ده. هبدأ بقى ان انا ادخله الفرن. طبعا بس قبل ما ادخله الفرن لازم احطه في صينية علشان ما يتحركش معايا ويطلع مظبوط جدا معايا. شايفين كده؟ هحطه كده في صينية وادخله الفرن على درجة حرارة 180. بيفضل بالظبط ساعة كاملة. شايفين شكلها وارتفاعها بجد حلوة جدا جدا. هنشوف كده شكلها من جوه عاملة ازاي. شايفين شكلها حلوة جدا. شايفين شكلها من جوه حلوة جدا جدا. وكمان علشان حطينا صباع واحد من الموز. طبعا الكيكة مش غامقة خالص، حلوة جدا معايا وهشة جدا واسفنجية وطعمها بجد خطير.
مختلفة تماما عن الكيك بالفانيليا او البرتقال او اي نكهة عملناها. زينتها كده بحبة جيلي وشوكولاتة، كانت بالمنظر ده بجد تحفة، وكمان طعمها بجد يجنن. كمان عندنا اختيار تاني لو حابين نزينه بالمنظر ده كده، حطيته في قوالب صغيرة عليها كريم شانتيه وكمان جيلو من الشوكولاتة او جيلو فراولة، اي صوص موجود عندنا نستخدمه. شايفين شكلها تحفة جدا جدا. دي كده كام طريقة للتقديم، طبعا الطريقة اللي تناسبكم استخدموها. حاجات بسيطة جدا، نستخدم اي طريقة من الاتنين، اي طريقة تناسبنا هتبقى بجد من ايديكم حلوة جدا جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة، طريقة الكيك الاسفنجي بالموز، بجد تحفة. جربوه وقولوا لي رأيكم. ان شاء الله الوصفة تنال اعجابكم. شايفين شكلها، شايفين شكل الكب، طبقة كيك وطبقة كريمة وطبقة كيك وطبقة كريمة تاني، وكمان زينتها من فوق بجيلو من الشوكولاتة. طبعا لازم نسقي الكيك في المرحلة دي. عملنا مع بعض قبل كده بوكسات الفرفشة او السعادة، نفس الطريقة بتاعت القبات دي، بجد هتعجبكم ان شاء الله. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ان شاء الله الوصفة تنال اعجابكم. كانت معكم شيماء من قناة فن وذوق مع شيماء، والى اللقاء في وصفة قادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.